السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجه احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناه وشرفونا باشتراكاتهم الجميله، ورب دايما كان نكون قد الثقه اللي انتوا بتديها لنا، ويا رب دايما كان نكون عند حسن ظنكم. بفكركم دايما ان احنا بنستنى في الكومنتات بتاعتكم تكتبوا لنا اسامي وصفات جديده او اكلات تحبوا نعملها سوا ان شاء الله مع بعض، تكون في متناول الجميع واي حد يقدر يعملها. وبحب برضو افكركم بنستنى دايما تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا باذن الله. تعالوا بقى النهارده نعمل كده فطار شعبي مصري اصيل. الفطار الشعبي او الفطار المصري عامه من الحاجات اللي بتفتح النفس جدا على الاكل. هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف مقاديرنا النهارده او اكلاتنا النهارده عباره عن ايه. معايا النهارده اول اكله هنعملها باذن الله معايا بطاطس. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه جدا، مش محتاجه اي حاجه. مقاديرها عباره عن معايا هنا بطاطس مكعبات، كميه طبعا على حسب ما انتوا تحبوا. معايا فلفل متقطع مكعبات صغيره، ومعايا طماطم، ومعايا توم، ومعايا سمنه، بس مش محتاج اكتر من كده. تعالوا بقى يلا نشوف هنعملها ازاي عندنا على البوتاجاز. نظبط بس الكاميرا. هولع هنا عندي على حله على النار، وهنزل فيها بمعلقه كبيره من السمنه، وهنا يفضل سمنه مش زيت. هنزل كده بمعلقه كبيره من السمنه، وبعد كده هنزل بالبطاطس. عندي كميه البطاطس بتاعتي هنا. بقى احنا هنسوي البطاطس هتستوي كده منها فيها، يعني احنا مش محتاجين اكتر من نص كوبايه من الميه. هنحطها كده مع البطاطس بتاعتنا وهي بقى هتستوي. هنوطي عليها النار او هنهدي عليها النار وتستوي براحتها. وطبعا هنعمل لها التتبيله بتاعتها مش على النار، هنعملها بره النار. وهي يعني حاجه ما فيهاش اي افتكاسه، يعني حاجه زي ما بيقولوا كده ايه، حاجه حرشه قوي. هنزل عندي كده بنص كوبايه من الميه، وبعد كده هوطي عندي النار بتاعتي واسيبها لحد ما تستوي. تمام. هغطي بس عليها كده النار، هغطي عليها بس الحله بتاعتها، هحط لها غطا. اسف على الدوشه جبت لها بس الغطا بتاعتها، الغطا بتاعها. بعد كده هجيب عندي هنا ووك، الووك بتاعي على النار عشان نعمل لها التغليفه بتاعتها او التتبيله بتاعتها اللي احنا هنتبلها بيها. هجيب عندي هنا شويه صغيرين جدا او معلقه بسيطه قوي من السمنه، حاجه بسيطه كده يعني. وبعد كده هنزل بفصين من الثوم مفرومين، مش مكتر توم، هما فصين اتنين بس. هنفرمهم كويس او هندقهم كويس. يا دوبك بس ياخدوا كده لون بسيط قوي معايا. وبعد كده هنزل عليهم بالطماطم، وبعد كده هنزل عليهم بالفلفل. في ناس ممكن تحط بصل، بس يعني احنا مش عايزينها تبقى تقيله قوي، احنا بنتكلم ان ده فطار، فيعني بلاش توم وبصل، وخصوصا ان احنا هناكل جنبه حاجات تانية. يعني مش هتبقى دي هي الاكله اللي احنا هناكلها بس او الاكله الرئيسيه يعني. هيبقى في جنبها مثلا فول، ممكن ناكل جنبها بتنجان. هنعمل النهارده الفول بطريقه سهله وبسيطه زي المطاعم كده، زي فول المطاعم بالظبط. وهنعمل برضو البتنجان بابا غنوج بطريقه حلوه ان شاء الله تعجبكم وتنول رضاكم باذن الله. هنا يا دوبك كده عندي بس اللون التومه، بس يا دوبك ان انا اشم ريحه التوم، يعني السخونيه بتاعت السمنه والنار تشممني ريحه التوم. بعد كده هنزل على طول عليه بالطماطم. هنزل بالفلفل الاول بس عشان ياخد يدبل شويه بس معايا سنه كده. وانا هنا برضو هرجع واقول انا مش عايز الخضار بتاعي يستوي قوي. يعني انا دايما في الاكلات اللي بعملها اللي بيخش فيها خضار ما بحبش اسويه قوي. ليه؟ لان انا يعني دي اكله انا عايز احس فيها بطعم الخضار، بطعم الفلفل، بطعم الطماطم. فانا مش هخليه يعني طحينه وبعد كده اقول هو فين طعم الخضار اللي محطوط في الاكل. هنزل كده بقى عندي كده، وبعد كده هنزل بالطماطم.
هسيبها بس يعني وبعد كده هطفي عليها النار. وهنا بقى هنملح عندنا بايه؟ هملح عندي بكمون وملح بس، مش اكتر من كده. كمون وملح بس. هي الاكله دي يعني عزها كده الكمون والملح بس. وهسيبها لمده بالظبط 3 4 5 دقايق بالكتير قوي، وبعد كده هطفي عليها. زي ما قلنا انا مش عايزها مستويه، يعني مش عايزها تبقى دبلانه قوي يعني او مستويه قوي. هفصل بقى مع حضراتكم، بعد كده نرجع نشوف هنعمل الفول بتاعنا ازاي. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه عشان نشوف بقى هنعمل الفول بتاعنا عامل ازاي، او هنعمله بطريقه عامله ازاي. الفول بتاع المحلات او الفول بتاع المطاعم عامه بيتميز بحاجه ان هو يعني مش شكل الفول اللي احنا بنعمله في البيت. طب احنا عايزين نعمله بنفس الطريقه اللي بيتعمل فيها في المطاعم. هنعمل ايه؟ هجيب عندي كده كيس من الفول. الفول ده احنا هنا يعني انا مدمسه هنا عندي في البيت. احنا لو هنجيب من بره بقى هنجيب فول ايه على حسب ما احنا بنجيب. تمام. هنزل عندي كده بكميه الفول بتاعتي في الخلاط. هنزل كده عندي في الخلاط بتاعي بالفول بالطريقه دي، وهنزل عليه بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. وجربوه بالطريقه دي وصدقوني هتاكلوا فول فظيع. اولا يبقى ليه طعم مميز، وهتحسوا فعلا ان هو زي اللي بره بالظبط. هما كمان بره بيحطوا عليه توم، بيفرموه مع توم. هحط بقى عندي هنا 3 معالق من الليمون، من عصير الليمون كبار كده بس، والباقي هحطه عليه لما نيجي نسويه. هفصل بس مع حضراتكم، هضربه في الخلاط ونرجع نشوف هنعمله ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد كده لما ضربت الفول بتاعي في الخلاط. حطيت هنا الطاسه دي عندي على النار، سبتها تسخن شويه. هنزل فيها بقى عندي هنا كده ب3 معالق او 4 معالق كبار من الزيت، وهنزل فيهم بمعلقه من عصير الليمون مع الزيت، او معلقتين من عصير الليمون بالطريقه دي كده. وهنا حته الليمون دي او شويه الليمون دول او معلقتين الليمون دول هيخلوا لي الفول بتاعي فاتح مش غامق، مش هيغمقوه معايا يعني. هنزل بقى عندي كده بالفول بتاعي بالطريقه دي بعد ما ضربناه عندنا في الخلاط. مش عايز اقول لكم بيبقى شكله فظيع، طعمه فظيع، وهو كمان ريحته حلوه جدا. الثوم مع الليمون مديني ليه ريحه فظيعه. هقلب بقى عندي الكلام ده كله كده مع الزيت مع الليمون، وهملح عندي بكمون وملح برضه. مش هحط اكتر من كده في التمليح بتاعي. معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الكمون. وبعد كده هندوق يعني لو محتاج ان هو لو محتاج ليمون او سوري لو محتاج ملح هنزود ملح. هسيبه بقى عندي يغلي غلوتين 2 أو 3 بالطريقه دي. وبعد كده هعمل ايه؟ هو عندي انا الطاسه عندي سخنه اوريدي، فانا اول ما هو غلى عندي بالطريقه دي هنزل عليه بقى بالطحينه بتاعتي. عندي هنا معلقتين كبار من الطحينه او اكتر، اللي بيحب اكتر من الطحينه يحط يعني ايه. الطحينه دي بقى بالذات اختياركم انتوا. في ناس بتحب الطحينه بتاعته كتيره وفي ناس بتحبها قليله، وانا هنا بفضل الطحينه البيضه مش الحمراء، عشان الطحينه الحمراء بتغمق لي الفول شويه. في ناس بتحط الطحينه الحمراء، لا احنا هنجيب الطحينه البيضاء العاديه بتاعتنا ونحطها بالطريقه دي كده على الفول. واول ما بننزل بالطحينه انا مش محتاج احط الفول عندي اكتر من 2 أو 3 دقايق بالكتير قوي على النار، يا دوبك ياخد غلوه صغيره وبعد كده اطفي عليه. واول ما اطفي عليه هنزل عندي بباقي شويه الليمون اللي فاضلين عندي. مش هنزل بيهم كلهم طبعا، لان الليمون بتاعي انا شايل منه كمان البتنجان اللي هنعمله سوا مع بعض. هو هنا عندي غلي او غلى. هحط بقى عندي هنا الليمون بتاعي الاخير وبس، وهطفي عليه. ومش محتاج اكتر من كده. الفول بتاعنا وهتاكلوا فول زي بتاع المطاعم، زي بتاع طقطق والناس دي. صدقوني هيبقى زيه احلى كمان. خلاص كده هو عندي غلي. هنزل بس عندي خلاص كده باخر معلقتين من الليمون، اخر حاجه يعني هحطها عليه. الفول هنا بيحب الليمون شويه. الفول ابو ليمون يعني لما نكتر الليمون هتحسوا الفرق في طعم الفول. وهرفع من على النار، احط كده من على النار وبس عندي بالطريقه دي. هفصل بقى مع حضراتكم عشان نشوف البتنجان بتاعنا هنجيب مقاديره ازاي، وخليكم معايا.
ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما فصلنا ما طفينا على الفول بتاعنا. هنشوف بقى البتنجان بتاعنا هنعمله ازاي. هنعمل النهارده بتنجان بابا غنوج بس بطريقه ممكن تكون مختلفه وكتير منكم ما يعرفهاش. احنا متعودين البابا غنوج بتاعنا اللي هو المشوي او المقلي، بنقلي البتنجان وبعد كده نهرسه وبعد كده نحط عليه فلفل وطحينه والكلام ده. النهارده بقى احنا عملنا ايه؟ سلقنا البتنجان. جبت عندي بتنجان من العادي بتاعنا، ممكن نسلقه بطريقتين. ممكن نحطه على النار بقشره نسلقه، بعد كده اول ما ينزل من على النار نقشره، وممكن نحطه على النار يتسلق وهو متقشر. طب لو في تلك الحالتين هحط ميه على النار واحط فيها البتنجان ومعاهم عصير ليمون، وبعد كده اسيبه لحد ما يستوي خالص. لو هو مش متقشر هنزله احطه في ميه بارده وبعد كده اقشره. لو متقشر هصفيه كويس من الميه بتاعتي وهرسه عندي بالطريقه دي. واول ما ينزل ويتهرس هنزل عليه بمعلقه كبيره من الخل. وهنا بقى الخل مفيد ليه او مهم ليه؟ عشان مش يخلي البتنجان بتاعي يغمق، يدنه فاتح زي ما حضراتكم شايفينه كده، ما يسودش. تمام. يبقى انا عندي هنا بتنجان، عندي زيت، عندي فلفل هنا اهوت. انا جبت فلفل احمر واخضر وضربته في الكبه بالطريقه دي فرم ناعم. ممكن نفرمه اكبر من كده شويه. معايا عصير ليمون وتوم وطحينه، بس مش محتاج اكتر من كده. يلا بينا بقى نشوف هنعمله ازاي. عندي هنا موقع على النار. البطاطس بتاعتي انا نقلتها على عين الاهدى شويه وسبتها عندي تستوي، بس ناخد بالنا كل شويه نفتح عليها ونقلب، لان البطاطس الموجوده عندنا في السوق دلوقتي بطاطس جديده فممكن تتحرق على طول، فناخد بالنا من الحته دي. هنزل عندي هنا بقى بمعلقه كبيره من الزيت في الوك بتاعي. انا الوك بتاعي كنت سايبه يسخن شويه. وبعد كده هنزل عليه ب معلقتين كبار من الثوم، اسف معلقتين صغيره او معلقه صغيره من الثوم، يعني حوالي مثلا 4 فصوص ثوم كده. نهرسهم كويس وننزل بيهم كده في الزيت. مش عايزهم ياخدوا لون، يعني يا دوبك بس اشم ريحه الثوم. هنزل بعد كده على طول بالفلفل بتاعي، هنزل بالكميه كلها لان هو البتنجان يعني ياكل فلفل. البتنجان بابا غنوج ده بالذات يعني عايز اقول لكم الريحه عامله ازاي يا جماعه. جربوه بالطريقه دي وهيعجبكم جدا وخفيف، يعني خفيف غير مش يعني المشوي. ساعات في ناس مش بتحب ريحه الدخانه بتاعت البتنجان، فاحنا عشان نخرج من الحته دي فسلقناه. او المقلي في ناس بتقول ان هو تقيل شويه على المعده، فاحنا خرجنا عن ده وخرجنا عن ده وعملناه بطريقه اخف واسهل يعني. خلاص هنا كده عندي بالطريقه دي. هنزل بقى عندي بكميه البتنجان بتاعتي. هو برده من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت خالص يعني، هو مجرد ما اتسلق خلاص يعتبر كده خلص، لان انا هنا عندي على النار ما بسيبوش كتير. هقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض. وبعد كده هنزل عندي بعصير الليمون. عفوا عفوا الفلفل بس حامي شويه فبيخلي الواحد فانتوا خدوا بالكم بقى، لو بتحبوه سبايسي حطوا فلفل حراق، لو مش بتحبوه سبايسي فهتحطوا فلفل من البلدي العادي بتاعنا، هو ده ميكس ما بين الاثنين يعني. هملح عندي هنا برده بملح وكمون. هي التوابل بتاعتي النهارده تعتبر واحده، ملح وكمون مش اكتر من كده. الحاجات دي بتحب الكمون قوي يعني. وهقلب بقى عندي الكلام ده كله كده. بعد كده هنزل عندي بقى بالطحينه بتاعتي، برضو معلقتين كبار من الطحينه. وهنا بقى يعني احنا بنحب نكتر الطحينه، البتنجان ده بيحب الطحينه قوي. هنحط كده عندنا معلقتين كبار من الطحينه، اللي عايز يزود اكتر من كده ده اختياري براحته. هنزل بقى عندي كده بالطحينه واقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه، وهتاكلوا طبق بتنجان بابا غنوج فظيع. بس تاخدوا بالكم زي ما قلت لكم من الشطه، لان فعلا عفوا الشطه عندي هنا حاميه جدا، عايز اقول لكم انها دمعت عيني، فانتوا خدوا بالكم من الحته دي. يعني اللي بيحبوا حراق، احنا هنا معظم البيت عندنا بيحب الحاجه سبايسي شويه، فعشان كده بنحب نعملها ايه حراقه. هسيبه بقى عندي على النار بالظبط 3 دقايق، وبعد كده هطفي عليه. وبعد كده بقى نرجع نشوف، هفصل مع حضراتكم وبعد كده نرجع نشوف البطاطس بتاعتنا هنكملها ازاي. خليكم معايا.
ورجعنا تاني يا جماعه كده بقى. بصوا انا البطاطس بتاعتي هنا خلاص كده كانت استوت. ههرسها كده بالهراسه بالطريقه دي. ممكن بقى نهرسها بالهراسه، ممكن نهرسها بمعلقه، اي حاجه متاحه عندكم تهرسوا بيها. هنهرس بيها البطاطس عندي بالطريقه دي لحد ما تبقى بيوريه خالص او ناعمه جدا كده. وبعد كده هروح نازل عندي بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه سوا مع بعض. هننزل بقى كده بالحاجات دي كلها كده. البطاطس انا نقلت عندي البتنجان على عين على نار هاديه وسبته لحد بقى ايه، قلت لكم هنسيبه بالظبط 5 دقايق وبعد كده نرجع نطفي عليه ونقدمه على طول بالطريقه دي كده. هنزل بقى عندي بالخلطه اللي احنا عملناها بتاعتها. هي بالطريقه دي احنا شفنا، بصوا يعني الطماطم باينه لسه ان هي لسه مكعبات، والفلفل كمان باين لسه ان هو لسه مكعبات. فهنزل بقى عندي كده بالطريقه دي. ممكن ما ننزلش بالكميه كلها يعني، نشوف هننزل بشويه ولو احتاجت هزود تاني. هقلب عندي بقى الكلام ده كله كده مع بعض. وبعد كده يعني هولع عليها النار تاني واسيبها لمده 5 دقايق بس الكلام ده كله ياخد مع بعضه. بعد كده بقى ناكل برضو احلى طبق بطاطس مهروس فظيع، ريحته جنان وطعمه برضو بيبقى جنان. في حاجه كمان نسيت اقولها لحضراتكم. ممكن اللي بيحب الليمون شويه يحط عصره ليمون مع الخلطه دي، بيبقى برضو جبار. هفصل بقى مع حضراتكم لحد ما تستوي ونرجع بعد كده نشوف هنقدمها ازاي. خليكم معايا. ورجعت لكم كده بقى تاني يا جماعه بعد ما خلصنا الاكل بتاعنا. ادي كده البطاطس عندنا هي بقت بالطريقه دي، جربوها برضو هتعجبكم. وادي الفول طبعا شفتوا حضراتكم عملناه ازاي. وده كده البتنجان طعمه وريحته ولا اروع. اتمنى كده يا رب يكون بقى الفطار بتاعنا النهارده عجبكم. اتمنى تجربوه. استنى بقى تكتبوا لي في الكومنتات جربتوه ولا لا وعجبكم ولا لا. وهستنى برضو تقترحوا علينا اسامي وصفات ممكن نطبقها سوا بطريقه سهله وبسيطه. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا باذن الله. اشوفكم كده في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.